كتر الضغط بيولد الانفجار. دي مقولة صحيحة تماما. أحيانا بنلاقي شخص قدامنا كده يبدو إن هو هادي ولطيف ودايما مبتسم، فجأة تلاقي الشخص ده وقف في مكان كده وصوت بأعلى صوته، والدنيا باظت معاه تماما، مش قادر يتحكم أصلا في كل انفعالاته. نبص له باستغراب كده، مع إن اللي حصل حاجة كانت عبيطة جدا، ما تستاهلش أبدا الثورة الفظيعة اللي هو عملها دي. الحقيقة ده ما بيبقاش هو الموقف الوحيد اللي حصل، ده بيبقى القشاية اللي قطمت ظهر البعير، لأن الموضوع بيبقى أعمق من كده. هي تراكمات، الشخص ده اتراكم عليه حاجات كتير قوي، وفي الآخر اضطر إن هو يصيح بالشكل ده عشان يبين للي قدامه إن هو خلاص مضغوط ومش قادر. هنعمل مثال للموضوع ده لما نجيب حتة سفنجة كده، يعني حتة سفنجة صغننة، ونجيب مية كتير قوي ونبتدي نصب المية دي على السفنجة. ايه اللي بيحصل؟ في الأول بتستوعب كمية معينة من المية، وبعد كده المية بتبتدي تدلدق منها بقى، خلاص مش قادرة تستوعب أكتر من كده. هل احنا هنا بنلوم السفنجة لأنها ما خدتش كمية المية كتير قوي اللي احنا حطيناها فيها؟ لا، احنا بندي السفنجة دي عذرها لأن هي ليها استيعاب معين، احنا زودنا الحمولة شوية. نفس الفكرة بالنسبة للشخص اللي فجأة بينهار قدامنا ده. هو مش بينهار لأن هو ضعيف، لأ، هو انهار دلوقتي لأنه استحمل كتير قوي وما بقاش قادر يستحمل أكتر من كده، واحنا عمالين نضغط عليه. أيا كان نوع الضغط بقى، ضغط في الشغل، أحيانا بنقابل ده في شغلنا، واحدة كده كيوت وأمورة وفجأة تقعد تصوت وتعيط لأنها خلاص مش قادرة تستحمل أكتر من كده. ضغط في البيت، الزوجة اللي طول الوقت مستحملة كتير قوي ضغوطات وحاجات بتتحط فوق دماغها تعملها، وهي خلاص مش قادرة أكتر من كده فبتنهار. بنلومها هي، ما بنلومش الظروف الكتير والمشاكل الكتير اللي احنا حطيناها على كتافها ومطلوب منها ان هي تشيلها عادي. الأشخاص اللي حوالينا يا جماعة لا هم سوبرمان ولا هم سوبر وومن، هم أشخاص عاديين ليهم طاقة معينة في التحمل، بعد ما تخلص طاقتهم دي بينهاروا. احنا بقى ما نساعدش أكتر الموضوع ان هو يبوظ زيادة ونلومهم ونبينهم ان هم قد ايه ضعفة وانهم كان المفروض يستحملوا أكتر من كده. لا، هم مش مفروض يستحملوا أكتر من كده، لأن هم بالفعل مستحملين كتير جدا. أكتر من كده احنا بنموتهم بقى. الاشخاص دي محتاجين بس حد يطبطب عليهم، حد يقول لهم ان انتوا كتر خيركم ان انتوا مستحملين كل ده، خلاص ارتاحوا شوية واحنا نشيل الباقي عنكم. هل يا ترى ممكن نعمل كده في الناس، نرحمهم شوية، ولا احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنضغط عليهم اكتر لحد ما نفعصهم بقى خالص؟ نقدر ظروف الناس اللي حوالينا ونحاول نساعد بقدر الامكان، ونحسسهم ان هم اشخاص طبيعيين ليهم قدرة على التحمل، وان هم لما بينهاروا ده برضو طبيعي، لان هم خلاص استحملوا اكتر من طاقتهم. ونطبطب عليهم ونكون رحيمين بيهم، ونديلهم فرصة ان هم يستعيدوا نشاطهم تاني عشان يكملوا في المطحنة اللي كلنا دايرين فيها دي.